ولسه مكملين في تحديات العيد يا بنات انا وبنتي. النهارده هعمل لكم الغريبه بطريقتي، وخشوا شوفوا هي عملتها ازاي. والمقادير معانا كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر. شفتوا المقادير سهله قوي، مقادير الغريبه مفيش اسهل منها. دلوقتي بدات بقى ان انا حطيت السمنه، وبعد كده نزلت بالسكر البودره، ولازم يكون سكر بودره. دي اول حاجه معايا، وهبدا ان انا اقلبهم كده بالمضرب، يعني لو ما عندكيش مضرب وهنفضل بقى نضرب فيها كويس كده. انت قلت اللي انا اقول، بقول لو انتوا مش عايزين عندكم مخلط باي حاجه معلقه ولا شوكه قلبوا. زي ما انتم شايفين، هي بتقول لكم لو ما عندكوش يعني مضرب بدأوا قلبوها بالمعلقه او بالمضرب او باي حاجه، يعني مضرب عادي سلك عندكم. زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا خليتها لازم تبقى لونها ابيض عشان الغريبه يا بنات يطلع لونها ابيض كده زي ما انتم شايفين. عشان هو ده مش الفيديو بتاعي. الفيديو بتاعك يبقى قولي بقى فيه، دي طريقتي انا، سيبيني اقول اللي انا بقى عايزاه. الطريقه بتاعتك يبقى خش وقولي لهم الطريقه بتاعتك هتعمليها لهم ازاي. ماشي؟ دي بقى الطريقه بتاعتي، انا هتكلم انا. ماشي؟ ماشي. دلوقتي بقى يا بنات كده نزلت بالدقيق زي ما انتم شايفين. هبدا بس ان انا المها. بقول لكم دلوقتي مش احنا اتفقنا ان انت بطريقتك وانا بطريقتي؟ المره دي بقى طريقتي، سيبيني بقى اقول لهم على طريقتي. قولي لهم حاجه. بقول لكم انتوا مش عندكم مقلب ولا شوكه قلبوا باي حاجه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا بدات ان انا بصوا العجينه كلها كده طريه معايا. بصوا شايفين، ولا بتشقق ولا اي حاجه، المقادير مظبوطه جدا جدا. يلا بينا بصوا بقى نكورها، ولا بتتشقق وطريه وحلوه كده معانا. يلا بينا بقى دلوقتي نشكلها. بصوا انا كنت بس بوريها لكم. يلا بينا بقى دلوقتي هنشكلها كور صغيره، ما بيتحطلهاش يا بنات بيكنج باودر، ما بيتحطلهاش اي حاجه. شايفين؟ ببدا ان انا اعملها كوره كده وابدا ان انا احطها. ممكن بقى تحطي فول سوداني، ممكن تحطي اي حاجه انت عايزاها من على الوش. بصوا شايفين؟ ناعمه وما بتشققش وحلوه قوي. المقادير دي اعمليها وبجد على ضمانتي مظبوطه قوي قوي. بصوا بقى انا جبت الحاجات اللي هي زي الشوكولات دي كده، هبدا ان انا احطها من على الوش. ممكن تحطي سوداني وتخشي وتشوفي الطريقه بتاعت فاطمه، ما كانتش عاملاها كده زيي. لا سيب حاجاتي. بس دي طريقتي انا. بالك انت بتقولي حاجاتي ليه؟ بقول لهم على حاجاتك ليه؟ عشان يخشوا يشوفوها بتاعتك انت دي، بس دي طريقتي انا. دلوقتي بقى هنحطها في الفرن، وهرجع لكم تاني بعد ما نحطها في الفرن. نخلي بالنا ان هي بتقعد 10 دقايق في الفرن يا بنات، ولا بتحمر من تحت ولا من فوق. الغريبه بيبقى شكلها كده زي ما انتم شايفين، بس بتبقى مستويه من تحت. يعني اهم حاجه ناخد بالنا بس كده ان هي بتبقى مستويه. بس بصوا شكلها ابيض من فوق وابيض من تحت، هي بتبقى كده الغريبه. بس بصوا بقى بتبقى ناعمه ودايبه كده. اصبري بقى. وحاجه كده دايبه خالص كده يا بنات. شايفين؟ لو حابين اعمل لكم فيديو انا وهي ونطلع انا وهي مع بعض، اكتبوا لي في الكومنتات. ودي كانت الغريبه بقى بطريقتي، ويا رب تعجبكم. بقول لكم انا بقولك